مستحيل يا جماعة. ايه اللي بيعمله المنتخب المغربي ده؟ هذا الفريق لا يمكن ايقافه. بيقابل مين ما بيقابلش مين، بيلعب في ملعبه بيلعب خارج ملعبه، لا يمكن ايقاف المنتخب المغربي. دي رسالة واضحة وصريحة بيوجهها الفريق المغربي لأي منتخب ممكن يقابله، سواء في تصفيات، سواء بقى في بطولة افريقيا، سواء بقى في كأس العالم، ايا كان بيقابل مين. دي رسالة واضحة للجميع. المنتخب المغربي ينتصر على الكل. المنتخب المغربي في كافة الظروف، في يومه مش في يومه، على ملعبه خارج ملعبه، الاداء حلو الاداء مش حلو، المهم الانتصار. النهارده المنتخب المغربي يا صديقي العزيز مع النيجر، المفترض ان المباراه النهارده كانت تنتهي بالهزيمه لاي فريق مكان المنتخب المغربي، لكن منتخب المغرب يأبى انه يخرج من المباراه غير منتصر. طب متعادل برضه لا يكفي، ما ينفعش كبرياء المنتخب المغربي، ما ينفعش ان هو يخرج من المباراه متعادل. يجي الوقت بدل الضائع وينتصر في الوقت بدل الضائع المنتخب المغربي. المهم لا تنتهي المباراة إلا ومنتخب المغرب يخرج من الملعب منتصر وبالثلاث نقاط. المنتخب المغربي في تصفيات كأس العالم دلوقتي هو الفريق الوحيد اللي بالعلامة الكاملة. ده مؤشر يا جماعة، مش من فراغ، الرسالة دي مش من فراغ. فريق كل المباريات اللي لعبها انتصر في كافة مبارياته. مش هقول لك ما تهزمش، لا، ما تعادلش. مفيش حاجة اسمها تعادل بالنسبة للمنتخب المغربي. 4 مباريات ب4 انتصارات. طبعا الحسبة سهلة ومعروفة، اضرب في 3 يبقى معاه 12 نقطة. المنتخب المغربي ب 12 نقطة في صدارة المجموعة. أقرب فريق ليه دلوقتي المنتخب التنزاني ب6 نقاط ولسه معاه مباراة هيلعبها، ولكن المنتخب المغربي ما يتخافش عليه. أداء المنتخب المغربي، كبرياء المنتخب المغربي، هيمنة المنتخب المغربي اللي أصبحت دلوقتي موجودة على مستوى الكرة الأفريقية. خليك ما تخافش على المنتخب المغربي في أي مغامرة أو أي منافسة يدخلها، حتى لو حضرتك المنافسة دي اسمها بطولة كأس العالم. وطبعا كلنا عارفين اللي عمله المنتخب المغربي على مستوى بطولة كأس العالم اللي فاتت في قطر، وحقق المستحيل. أنا عارف بقول إيه، حقق المستحيل. اللي عمله المنتخب المغربي بطولة كأس العالم الماضية في قطر كان مستحيل، حقق المستحيل وحقق فوق التوقعات، فوق ما كنا نتوقع. وعايز أقول لك فوق ما كنا نتمنى. إحنا كنا مع كل مباراة ينتصر فيها المنتخب المغربي نقول زي الفل وكده كفاية وكده تمام، لحد ما المنتخب المغربي طمعنا وبدأنا ان احنا نطمع ونقول لا احنا عايزين المنتخب المغربي يلعب النهائي، وقلنا احنا عايزين لا المنتخب المغربي يحقق بطولة كأس العالم. من اللي عمله المنتخب المغربي؟ قابل المنتخبات القوية، عتاولة كرة القدم على مستوى العالم، فرق عندها تاريخ على مستوى البطولة العالمية، تاريخ كبير جدا، ومع ذلك نجح ان هو ينتصر على الفرق دي وعمل المعجزة وعمل المستحيل على مستوى بطولة كأس العالم. فبالتالي لما تيجي تتكلم في تصفيات، مش دي الحاجة اللي هتكون صعبة بالنسبة للمنتخب المغربي. مع احترامي يعني من العيب جدا ان المنتخب المغربي يتعثر في التصفيات او تكون صعبة عليه التصفيات، او ان هو يفكر يا جماعة نصعد من التصفيات دي ولا مش هنصعد من التصفيات دي. لا، ده امر المفترض ان هو محسوم بالنسبة للمنتخب المغربي. المنتخب المغربي بيفكر فيما هو ابعد من ان هو يوصل لبطولة كأس العالم، بل هو ابعد من ان هو يصعد من المجموعات، بل هو ابعد من ان هو يصل للمربع الذهبي، لان ده يعتبر انجاز سابق بالنسبة له، اصبح في الماضي. بالنسبة للمنتخب المغربي عايز يحقق افضل مما حققه سابقا في كأس العالم. فبالتالي التارجت بالنسبة للمنتخب المغربي في كأس العالم القادمة هو النهائي، وبالتالي المنتخب المغربي يدخل بطولة كأس العالم القادمة للمنافسة على بطولة كأس العالم اللي بنتكلم فيه ده. يا جماعة ما كناش نحلم بيه ولا كنا نتخيله، ولكن المنتخب المغربي خلى الحلم واقع وخلى الحلم حقيقة دلوقتي احنا عايشينها. المنتخب المغربي مبروك على مستوى التصفيات، انتصاره في مباراة النيجر بالعلامة الكاملة، اصبح متصدر المجموعة بتاعته، متصدر مرتاح، وزي ما بقول لك ما يتخافش عليه ولا تقلق عليه على مستوى التصفيات. الموضوع منتهي باذن الله بالنسبة للمنتخب المغربي انه يصعد لنهائيات كأس العالم القادمة. عامة مبروك المغرب، مبروك للجماهير المغربية، لهم الحق ان هم يفتخروا بالمنتخب المغربي. مبروك يا صديقي العزيز. طبعا وصلت معايا لحد اللحظة دي في الفيديو، لايك الفيديو، اشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.